اليوم تشهيت لي زاريكوفير مع اللحم اولا اللوبيا خضراء باللحم. كتجي لذيذه بنينه ما تشبعوش منها. خليكم معايا باش نشوفوا الطريقه. غادي ناخذ واحد الحبه ديال البصله كبيره اللي كنقشروها وكنقطعوها بهذه الطريقه هذه اولا كنشلضوها. بالنسبه للاريكو راه كتبغي البصله. صافي دابا غادي ناخذ البصله ديالي غادي نوضعها في الطنجره اولا في الكوكوط. غادي نضيف عليها اللحم. بالنسبه للكميه ديروا نتوما على حسب عدد الاشخاص. غادي نوضعها على النار. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون وغادي نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، وغادي نضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس كان عندي في المجمد. صافي وغادي نخلي داك البصله مع اللحم كيتقلاو. ما كنديروش الماء في الاول باش كيجي الطياب زوين وكيجي المذاق زوين ديال اللحم. ضروري خصو يتقلى شويه. صافي غادي نخليه كيتقلى. دابا عاد نزيد ليه الماء اللي كيكون مغلي. ما ديروش الماء بارد، ضروري الماء يكون مغلي القياس اللي غادي يطيب لي فيه اللحم. وغادي نخليه كيطيب. غنسد عليه من بعد ما كيطيب اللحم كنقلبو بالموس. صافي كنعرف بان راه واجد. خديت لي زاريكوفير اولا اللوبيا خضراء. عندي غير ديال الكونسيرف ديال لي بواط كتكون بحال الطايبه راه كتكون مسلوقه. صافي كنغسلها. ضروري انا ما كنغسلها على حسب داك الكونسيرف باش كيتحيد 2 مرات ولا 3 وكنصفيها. عاد كنديرها حتى كيطيب لي اللحم. كنديرها غير مده واحد 10 دقائق باش كتدخل فيها داك المذاق ديال المرقه وكتقلى حتى هي مع داك المرق. كنخليها 10 دقائق كيف ما قلت لكم. صافي غادي نخليها دابا حتى تتقلى لي الطنجره. من بعد ما تقلات لي صافي كندوزو مباشره باش كنقدمو طبق التقديم. كتجي لذيذه وانا كنصحكم ديروا معاها البطاطا راها كتجي غزاله. بالبطاطا كتجي واحد المذاق رائع كيتماشى معاها. المهم كانت هذه هي الوصفه اولا الغديوه ديالنا ديال اليوم مع لي سالاد مع شويه ديال المقبلات. درت معاه حتى خيزو مشرمل كيجي حتى هو زوين المذاق ديالو. غادي نشاركو معاكم. شوفوا اللحم كيفاش طايب كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ولا وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا بواحد الكومونتير زوين ولايك. واللي ما مشتركش في الحساب مرحبا به وبالصحه والراحه.